في خطوة منتظرة من جماهير الخضر، أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة المنتخب الجزائري تحسباً للمواجهتين الوديتين القادمتين. القائمة شهدت حضور الأسماء المعتادة، يتقدمهم النجم رياض محرز إلى جانب عناصر خبرة مثل عيسى ماندي ورامي بن سبعيني، كما عرفت القائمة توازناً واضحاً بين الخبرة والشباب مع تواجد لاعبين صاعدين يسعون لإثبات أنفسهم مثل أنيس حاج موسى ومحمد الأمين عمورة. في خط الوسط نجد أسماء قوية قادرة على صنع الفارق، أبرزهم حسام عوار ورامز زروقي، ما يمنح المدرب حلولا متعددة تكتيكية. أما في الدفاع فالقوة حاضرة بوجود ريان آيت نوري الذي يواصل التألق في أوروبا. المنتخب الجزائري سيواجه منتخب غواتيمالا ثم منتخب أوروغواي في اختبارين مهمين لقياس جاهزية الفريق. فهل ستكون هذه القائمة بداية لعودة قوية للخضر؟ هذا ما سنكتشفه في قادم المباريات.